أنا اسمي علي. أنا عمري ما كنت بخاف من المقابر، يمكن عشان أبويا كان دايما يقول لي الميت ما بيأذيش يا ولدي، اللي يخوف هو اللي مش ميت. بس في مقبرة واحدة أبويا عمره ما نطق اسمها، كان بس يقول لي اوعى يا ولد تجرب من ناحية المقبرة اللي عند الجبل دي. أنا هنا كنت بستغرب من كلامه، طب اشمعنى المقبرة دي بالتحديد وليه؟ ولا يكمني عشان بيتنا كان جنب المقابر اللي ناحية البلد، بس المقبرة دي كانت بعيدة عن بيتنا بكتير، بس كانت منعزلة عن جميع المقابر اللي في شرق البلد. الكلام ده فضل في دماغي سنين لحد ما حب الاستطلاع غلب الخوف. أنا كنت أفتكر وأنا صغير كنت أسمع أبويا بيحكي لأمي بالليل وصوته واطي قوي، بس أنا كنت بستخبى ورا الباب عشان أسمع قصة المقبرة. كان بيقول إن المقبرة دي اتعملت من زمان قوي وإنها مش زي أي مقبرة في الصعيد، وكمان بيقول اللي في ناس دخلت علشان آثار ورجعوا بس مش هما. كان دايما بيختم كلامه بجملة واحدة، المكان ده بيغير اللي يدخله. وساعتها بابا أول ما يحس إني سامعه كان بيسكت. هنا بقى بعد ما أبويا مات بقيت على طول بحلم بحلم غريب، بحلم إني واقف عند مقبرة وإني بابا حديد وبيتنادى عليا باسمي. وفي يوم لقيت نفسي ما ينفعش أفضل خايف من حاجة معرفهاش، خدت كشاف ومشيت ناحية الجبل لوحدي لحد ما رحت عند المقبرة اللي أبويا كان بيحكي لوالدتي عليها واللي كان بيحذرني منها. المقبرة كانت زي ما أبويا وصفها لي بالظبط، باب حديد مايل وعليه خدوش غريبة، وكأني كان في حد بيحاول يطلع ومش عارف محبوس جوه. وانا هنا اول ما لمست الباب حسيت ببرود، كان برود مش طبيعي في عز الحر. وانا رحت خابط الباب كده بكتفي بالراحة والباب اتفتح. دخلت جوه وانا ماسك الكشاف وعمال ابص على الحيطان، لقيت جوه اسماء محفورة على الحيطان كلها حديثة اكني لسه مكتوبة، وفي اسم من ضمن الاسماء دي مكتوبة على الجدران خلتني خايف وبترعش، وهو كان اسم ابويا بالظبط، اسمه الرباعي. وهنا انا سمعت صوت ومش في ودني، ده صوت اكني جوه دماغي بيقول لي قلتلك ما تجيش. حسيت ساعتها ان الارض بتتهز والكشاف فصل وسمعت حركات ورايا. في اللحظة دي فهمت ابويا ما كانش بيحذرني علشان الخوف، كان بيحميني علشان الدور ما يجيش عليا. وهنا انا من شدة الرعب اغمى عليا، بس انا هنا ما فقتش غير وانا برا المقبرة، والفجر كان ساعتها بيأذن والباب المقبرة مقفول اللي انا فتحته. بس من اليوم ده كل ليلة احلم اني جوه المقبرة واسمع نفس الجملة، المقبرة بتختار مش بتستنى. ومن ساعتها وانا عرفت ليه ابويا حذرني من المقبرة دي، لان المقبرة دي عليها حارس، والحارس اللي فيها لا اما بيخفي اللي يخشها لا اما بيرجع اللي دخلها اكني مش هو، اكني مش نفس الشخص اللي دخلها، بيرجعه واكني واحد عايش في عالم تاني. ويبقى انا كده خلصت قصتي. ولو انت سمعت القصة دي وحسيت برغبة تزور مكان اتحذرت منه قبل كده، اسمع التحذير، مش كل الفضول بيخلص برجوع. سلام.